وكوابينا يارو. دي كانت جراءة. تاني حاجة الاستحواذ على الكرة، غلق الأطراف من كريم ومصبح، وإجبار أحمد سمير أو صديق أو أيا يخرج من لاعبي الإسماعيلي ودخول داخل الملعب في الزحمة، وده أحدث ربكة يعني، وعدم تمرير الكرة، يعني الضغط من لاعبي الإنتاج الحربي وهو منع التمرير. اشتغلوا بشكل كويس قوي، وهم أجبروا لاعبي الإسماعيلي إن هم يدخلوا للداخل، وده هم اللي نجحوا فيه، لان لو خرجوا على الاطراف هتبقى في منتهى الخطوره. ثم بعد ذلك الاسماعيلي ساعدهم على كده ان في مرونه للاعبين داخل الملعب، ولكن المرونه زياده، يعني التحرك للاعبين داخل وسط الملعب وفي الثلث الاخير في مرونه زياده. انما لابد من عمل جبهات، يعني بنشوف مثلا مهاب او بنشوف عبد الله الشحات او بنشوف احمد صديق او سمير في الداخل او في الخارج، لابد ان يكون في الجبهه اليمين او الجبهه الشمال اثنين على الاقل، ويبقى في اوفرلاب او تحرك بشكل معين، ويبقى في تواجد باستمرار من احمد علي وجودوين داخل الصندوق، بحيث ان هم يستثمروا هذه الفرص. انما الشوط الثاني اعتقد ان الانتاج معنويا هترتفع معنوياته. اكيد هيسعى جاهدا ان هو يطبق الفكر اللي عامل ان هو يملى في نص الملعب ويجبر اللاعبين الاسماعيلي ان هم يدخلوا في وسط الملعب. الزحمه الزياده دي هيمنع التصويب على حسني عبد رب، وهيمنع التصويب على احمد سمير. يمكن دي الحاجات اللي هي كانت خطر على مرمى نادر سعد. هيبدا دفع بوجيه عبد العظيم، لان مع كتر الضغط وفقد الكره في الثلث الاخير من كوابينا يارو او ايفاني، هيضطر ان هو هيبقى دايما باستمرار في حاله دفاعيه. فدفع بوجيه عبد العظيم اللي هو عنده القدره ان هو يعمل فريزنج او يجمد الكره على اكبر وقت ممكن في الثلث الاخير، ان هو يدي فرصه للمدافعين، يدي فرصه لنص الملعب ان هو ياخدوا نفسهم مع تجميع اللاعبين ويهدد مرمى النادي الاسماعيلي. طيب معايا الزميل رامي من استاد الفيوم. الو زميلي طارق، ومستنيين كابتن حسن الشاذلي وكابتن حمزه الجبل. اهلا بيك رامي، ويا ريت نعرف تقرير سريع عن احداث الشوط الاول للقاء مصر المقاصه وغزل المحله. اللقاء بدأ مفتوح من كلا الفريقين، في هجمات هنا وهجمات هنا. في الدقيقة 13 كان الهدف الأول لمصر المقاصة عن طريق سامح العيدروس، كانت عرضية من ناحية اليمين من عمر النجدي، استلم سامح العيدروس بهدوء وحطها سهلة بالقدم في الشباك. في الدقيقة 28 كان الهدف الثاني لفريق مصر المقاصة عن طريق فؤاد سلامة، الجناح الأيسر المتألق دائما مع مصر المقاصة، اترفعت من ناحية الشمال على راس سامح العيدروس، اتردت منه للدفاع، ردها الدفاع جوه المنطقة قبل ما تنزل على الأرض عند نقطة الجزاء. كان فؤاد سلامة صوبها بهدف عالمي قوية جدا في الزاوية البعيدة. فؤاد سلامة كمان هو اللي أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 44 من فاول بعيد حوالي 35 ياردة. فكرنا كده في تصويبات الكابتن طاهر أبو زيد وصوبها مباشرة نحو المرمى في المقص اليمين لسامح علي حارس غزل المحله، وده كان اخر هدف لمصر المقاصه في الشوط الاول. النتيجه 3-0 لمصر المقاصه على غزل المحله. لاعبي غزل المحله طبعا وهم خارجين من الملعب خدوا نصيبهم من الهتافات العدائيه والاستقبال الجماعي من جماهيرهم اللي جايه تقدرهم هنا، اللي مش راضيه طبعا على ادائهم. رامي هيكون لينا لقاء اخر ليك ان شاء الله مع نهايه المباراه. بشكرك جدا. ومن الفيوم الى الاسكندريه ولقاء الاتحاد السكندري والمقاولون وزميلنا الكابتن خالد عبد الشفيع. كابتن خالد، مساء الخير يا كابتن طارق. يعني اهلا بيك خالد، ويا ريت تقول لي تقرير سريع عن احداث الشوط الاول والاجواء عندك. اولا تحيه لحضرتك كابتن طارق والاعزاء كابتن حسن الشاذلي والكابتن حمزه الجمل. كان الشوط الاول لقاء جميل جدا جدا بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، في مباراه جميله لكلا الفريقين، خاصه نادي الاتحاد السكندري الذي سيطر الشوط الاول على هذا اللقاء من خلال لعب الاجناد، من خلال صامويل كيرا اللي هو اجاد اليوم في مركز الظهير الايمن، وايضا مصطفى مشير عثمان الذي اجاد في مركز الظهير الايسر، وسجل هدفين الاتحاد السكندري في دقيقتين من كره عرضيه من مصطفى مشير، قابلها على طول مصطفى كريم بالراس في شباك نادي المقاولون العرب، وكان هذا الهدف في الدقيقه 20 من بدايه الشوط الاول لهذا اللقاء. وبعد كده ايضا مصطفى كريم سجل هدف ثاني للاتحاد السكندري بمجهود فردي في الدقيقه 33 من الشوط الاول لهذا اللقاء. ولكن في الدقيقه 35 ابى محمد صلاح ان ينتهي الشوط الاول بهدفين نظيفين لنادي الاتحاد السكندري، وقام بطريقه هدف على الطريقه المارادونيه، وسجل هدف بالفعل على الطريقه المارادونيه في شباك نادي الاتحاد السكندري. يعني فكرنا بقى كابتن طارق بهدف مارادونا النجم الكبير في كاس العالم في المكسيك عام 86 عندما سجل هدف في بيتر شيلتون، ومره من اكثر اللاعب وسجل هدف. النهارده مصطفى محمد صلاح بيسجل هدف بنفس الطريقه
على الطريقه المرجونيه، وبعديه في الدقيقه 37 برضه بيمر بنفس الطريقه مصطفى صلاح، وكاد ان يدرك التعادل للمقاولون العرب، ولكن في اللحظه الاخيره بينقذ زفار الحارس سليمان، وبينتهي الشوط الاول بتقدم نادي الاتحاد السكندري على نادي المقاولون العرب 2-1. ولكن جت فرصه الاتحاد برضه من ركله حره مباشره في الدقيقه الرابعه من وقت محتسب بدل من ضائع من هذا الشوط الاول. سدد مصطفى مشير، انما تفاعل معها العقباوي خرجت، وانتهى الشوط الاول بالتقدم لنادي الاتحاد على نادي المقاولون العرب 2-1. طبعا انت عارف الاتحاد له 12 نقطه والمقاولون 7 نقاط. نتمنى الشوط الثاني ان يكون اكثر تقارب بين كلا الفريقين. وعوده للزميل العزيز طارق رضوان في استاد النيل. شكرا ليك كابتن خالد. كابتن حمزه الجمل، الشوط الثاني تتصور ان اداء الاسماعيلي سيختلف والكابتن محمود جابر امامه اوراق رابحه قد يدفع بها؟ طبعا، يعني في عمر جمال يعني احد الاوراق الرابحه اللي هتلعب على الاطراف. لابد ان الاسماعيلي اذا اراد ان يعني يكون له تواجد هجومي وتواجد بفاعليه ومؤثره، عليه ان يصنع جبهه وواضحه وصريحه. يعني في صديق ومهاب لازم يعملوا جبهه، او صديق وعمر جمال لازم يعملوا جبهه، الشحات واحمد سمير لازم يعملوا جبهه، ولازم حسني عبد ربه والسوليه هما الاثنين يبقوا في وسط الملعب، الارتكاز والمحور. يعني لابد ان يكون هناك ارتكاز وهناك محور. الارتكاز يكون حسني عبد ربه احيانا، او المحور يكون عمرو السوليه وهو بيتقدم من العمق، وممكن يبقى في تصويب من حسني او من عمرو السوليه. انا اعتقد ان هو هيدفع بعمر جمال اللي بيصنع جبهه جيده جدا جدا مع احمد سمير، وهيعملوا جبهه كويسه جدا على مصبح والجنب اليمين للانتاج الحربي. واعتقد ايضا في الجانب الاخر هيبقى فيه يعني برضو احمد صديق هياخد مهام ان هو يعمل استرتش الملعب او يفتح الملعب بمعنى ادق، لان في هناك مرونه. يعني مهاب مره نلاقيه في الداخل، مره حسني في الخارج، ده